ilaa heer ay gaartay markaa iddicaa cilmi albaatin nin inuu soo aruuriyo gabdhaha yariya oo markaana uu u dhiibo calan faransa markaana uu yidhaahdo ininki aadin fiirsade awliyada si aad u qancisiin oo uga farxidiin heerkaas buu gaaray marka iddicaa cilmi albaatin saad maqasheen القرآن رباني وعلى في الورى شاني أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقاني أنا القرآن أدبني أنا القرآن waxa uu u qasday lawx ka mid a lawxyaalkii safiinada fanazacahu uu soo siibay faqaala muusaa qowmun xamaluuna bigayri nawm niman nagu qaadan noolin la-aan camadta ilaa safiinatihim fakharaqta waxaad u qasday safiinadoodii doontoodii markaasaad jeexday lituqriq ahlaha si aad u maashoodido ahalkeeda qaala alam aqul laka inaka lan tastadiica maciya sabra qaala laa tu'aakhidnii bima nasiitu wixii aan hilmaamaha ii qaban buu yidhi hoogaa hilmaan baa igu dhacay fakaanat iluulaa min muusa nisyaana midda hore waxay ahayd hilmaan فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان عنه يعني الملا عياره أي مركا أي أركان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه مضحه كرك قبطي فاقتلع رأسه بيده مركا مضحه كصوف جي فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس ما واحد شيء نفسه طاهرة أو هذا النفك الأدلي قال لم أقل لك كجرت تنمر وقال شدة وأكيمة ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا أوكد اللام كجرت فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال الخضر بيده فأقامه قعنتي سوساس كيري مركز توسي فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراغ بيني وبينه سدح مسألة موسى سدح مسألة إنه أقاده أيو أسو هذا لو أسو دير سدح مسألة سفر دير أسو قلب بط أسو مري سدح مسألة بط أقلي قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى اللهم حرس موسى لوددنا لو صبر وحان جعلين هذو صبر لهاي حتى يقص علينا من أمر ما صير نلوكا قسايو أرنكود وحي ردان دب الله ونوح حديثك وحا كجر يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه لا أعلمه بعض الناس هي وحي الشيغان وحي يرى علم الباطن وحي نندهان حديث كان الدليل علم الباطن كمركا ودفيس أي قلان أو أي كقلان تعاليم تشرع وأرضا ووح كستو منكرة لقصوا بالله وقال نمو إلا فسقي لقصوا قارو مركي أي سميان يوحي ليهين أدنكو علم الظاهر بات تقانين لكن أرن كان علم الباطن ويان وحنا كما فهم سنين إلى هير أي قارتي مركا ادعاء علم الباطن نين إنو سو أروريو كبده يريه oo markaana uu u dhiibo calan faransa markaana uu yidhaahdo ininki aadin fiirsade awliyada si aad u qancisiin oo uga farxidiin heerkaas buu gaaray marka iddicaa cilmi albaatin saad maqasheen heerkaas buu gaaray gabdho niikinaya inuu fiirsado calankii faransana lulahay awliyada iyo meesha arrinka joogaa maxay iska waafaqsan yihiin وحاول الحافظ بن حجر نقلا عن القرطبي ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة قوم زنادقة كما مركز علم الباطن ما هو زندقة هي كفر هي إلحاد هي وحي الشاغان وضعنا يمرين ولازم كدغيس الشريعة أحكام تيودن بإلا بربريو مركز وحي الدهان قصة خضر وحلقة قادرة يا موسى أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعام أحكام الشرعية عامة يددوينها قصيدة والأغبياء كوان عقل قال هاي وأما الأولياء أولياء ذا السه
والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم marka awliyada iyo meel kale wax ka soo qaataan meel kale cilmiga ka soo dhuuxaan dad weynuhu khuseeya marka cilmu daahirku saasay dhahay marka waxa uu sheegayo al-Haafid ibn Hajar aynuhu ataagan man waligeedna waa taagan markaasuu yiri al-Qurtubi sida uu soo naqliyo Haafid ibn Hajar wa hadha al-qawlu zandaqatun wa kufrun qowlkaas waa gaalnimo iyo zandaqo لأنه إنكار لما عرم من الشرائع وإنكار شرائع فإن الله قد أجرى سنته وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله أحكامت إلهي رسول شيسا وددو ذكريها لقى أغاكراه مالك لقى أغاكره قلبي نجاسي سنون وحبا مسو أغاكره وكفري إلحاد نجاسي سن قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته وأمر بطاعتهم في كل ما جاءوا به وحث على طاعتهم والتمسك بما أمروا به فإن فيه الهدى وقد حصل العلم اليقين وإجماع السلف على ذلك فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى ننكي وضك للشيء يعرف بها أمره ونهيه أمرك إلهي إنه يسلوه أغانايو غير الطريق الذي جاءت به الرسل غير الطرق التي جاءت بها الرسل يستغني بها عن الرسول فهو كافر يقتل ولا يستتاب يا يري الحافظ بن حجر باصون نقلي يقتل ولا يستتاب وليس هذا تقول وهابي سهستيري الحافظ بن حجر وهابي واي مركي بهشو أي نقطة يعني قف وصن دنيني وهابي اسكسر واي مركا الحافظ بن حجر مركا وهابي نقطة أبو العباس القرطبي وهابي نقطة